مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الأهلي وإنبي. طبعا كلنا تابعنا ماتش النهاردة وشوفنا الأحداث اللي حصلت وشوفنا أداء الماتش كان عامل ازاي. طبعا ماتش سيء جدا جدا. من أداء لعيبة. مازال عندنا عجز من الناحية الهجومية. آم، مش عايز اتكلم عن الاداء اللي زي الزفت. طبعا وينجات، خلاص انا شايف انها كفايه عليها كده. طبعا مش هتكلم عن الماتش لان الماتش نفس الاحوال اللي احنا بنعاني منها كل ماتش. يعني ماتش زي ماتش اللي فات، ماتش مثلا زي ماتش الاتحاد، نفس الكلام. ماتش زي ماتش، اتكلم عن ماتش ايه؟ اتكلم عن ماتش باتشوكا، نفس العجز الهجومي اللي احنا بنشوفه. حسين الشحات مفيش اي ايجابيه من الناحيه الهجوميه. نفس الكلام لبيرسي تاو، نفس الكلام لامام عاشور. امام عاشور يعني ممكن استغله في نص الملعب، ماشي، ده طبيعي، لكن استغله كوينج، دي بالنسبه لي كانت عليه علامه استفهام كبيره جدا من كولر النهارده كان المفترض حتى من الثنائيه بتاعت الدفاع ان احنا بدل ما نشارك اشرف داري، لان راجل النهارده انت عايز تخليه يبقى عنده استمراريه في الدفاع، تقوم منزل لي برضو مرجع لي ثنائيه ياسر ورامي. النهارده في المؤتمر الصحفي اتكلم، قال انا والله اللي فورمته عاليه انا اللي بلعبه. طب واشرف داري مش هتلعبه؟ احنا مش عايزين نكرر بقى نفس القصه بتاعت رضا سليم، ان انا اقعد اخلي رضا سليم في التلاجة بعد كده ارجع اشرف داري بقى جنبه في التلاجة. ولا انت عندك مشكله مع المغاربه، ولا انت عندك مشكله مع مين؟ ما هو ده مش طبيعي كل شويه لما يجي لك لعيب تقعد طول الوقت معاده دكه. ده حتى اللعيب الوحيد اللي انا قلت مستحيل ان هو هيشاركوا النهارده كبديل، لقيته عمر الساعي. فانا شايف ان هو ماتش مقرف. طبعا الحالات التحكيميه انا ماليش تعليق عليها، لان انا مش من العقليه اللي طول الوقت بتكلم عن التحكيم، لان انا شايف ان انا اقدر اكسب اي حد سواء بتحكيم او من غير تحكيم. طبعا انا عقليتي مش زي عقليه ناس تانية، يعني اقعد طول الوقت اتكلم واقول لك اصل أنا النهارده اتظلمت تحكيميا وان النهارده الحكم كان وحش. انا ماليش علاقه بالحكم، انا ليا علاقه باسلوب لعيبتي اللي في الملعب. النهارده اداء اللعيبه كان زفت خالص. النهارده ماتش كان حرفيا يسد النفس، لا عارف تطلع بالكوره ولا عارف تاخد خطوه قدام. امام عاشور زي الزفت، مش عارف يشوط. يعني احنا ما رحناش اصلا بفرص، يعني على ما اعتقد كمان ان احنا ما رحناش بفرص. هتقعد تقول لي فرصه؟ مفيش فرصه. اداء اللعيبه النهارده كان زي الزفت. الكلام اللي احنا كنا بننادي بيه الاداره، يا اخوانا يا جماعه انا محتاج مهاجم، يا اخوانا يا جماعه انا محتاج وينجات، لحد النهارده يعني انت عندك هو زيزو عقده بيخلص، طب الحق اتعاقد معاه. حتى على الاقل انا شايف ان زيزو ممكن، يعني ممكن يعمل حاجه عن بيرسي تاو اللي انت مخليهولي، وهيتأيد عندك كمصري، مش هيتأيد عندك كأجنبي. لكن هنا مفيش فكر. انا عندي احساس ان الاداره ما عندهاش فكر. هل انت مش عايز تتعاقد مع زيزو مثلا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الفلوس، الماديات؟ لو هو مثلا معاك في ماديات ان هو مثلا عايز 80 مليون، لا ما تتعاقدش معاه. طب حتى تعاقد مع اسامه الادريسي. طب فين تريزيجيه؟ طب فين بغداد بنجاح؟ الناس دي كل لحد النهارده، الناس دي لحد النهارده ما نعرفش هل هي جايه النادي الاهلي ولا لا. فانا محتاج افهم الفتره اللي جايه هيتم ازاي. انا في يناير انا عندي مدعكه، يناير الجاي ده انا عندي ماتش مع شباب بلوزداد، وعندي ماتش مع الاسيوطي اللي هو بيراميدز. لو هلعب بنفس السكواد اللي موجود ده دلوقتي يبقى انا كده انا ما عملتش حاجه يعتبر. محتاجين نعرف معلول هيتأيد ولا لا. انت معلول لحد النهارده هو بيشارك في التدريبات الجماعيه، وهيبقى عندك محمد هاني. عايزين نعرف مصير اللعيبه دي هتبقى ايه، عايزين نعرف شكل السكواد بتاعنا هيبقى عامل ازاي. في لعيبه المفروض تمشي، المفروض انت كده تطلع رضا سليم، والمفروض ان انت تطلع كده بيرسي تاو من السكواد بتاعك، ان انت تعرضهم للبيع او شوف انت هتعمل فيهم ايه. يعني انا شايف ان بيرسي تاو يمشي،
لو رضا سليم لو هتعرف تبيعه بيعه، ولو مش هتعرف تبيعه خلاص بقى حطه اعاره في اي مكان. انما انا كده مش هينفع، انا كده بشتري اجانب. وده الكلام اللي انا قلته الفيديو اللي فات، احنا بنشتري يا جماعه اجانب وبعد كده بنقعدهم دكه. الراجل ما بيقتنعش باللعيبه اللي موجوده بسبب ان هو ما مش شايف ان السكاوتنج شغال كويس. انتوا ايه اللعيب اللي انتوا جايبهولي ده؟ انا عندي مشكله في السكاوتنج، عندي مشكله في لجنه التخطيط، عندي مشكله في مدير الكوره، عندي مشكله في مشاكل كتيره جدا. لحد النهارده في معاناه، لحد النهارده في مشاكل. انا النهارده خسرت نقطتين، كنت حتى على الاقل هفرق عن نادي الزمالك، ما يعني انا وهو هنبقى متساويين مع بعض في النقط، بغض النظر ان انا متاجل لي ماتش. فانا مش فاهم. هفضل طول الوقت اطلع كل فيديو، وافضل طول الوقت اطلع كل مره اقعد اتكلم عن الاداره. يا اخوانا يا جماعه احنا محتاجين صفقات، يا اخوانا يا جماعه السبب في اللي بيحصل ده الصفقات. انا طول الوقت شايف ان عندي عجز هجومي، عندي عجز في الوينجات، ما عنديش حد غير وسام. تعال بص النهارده عن مين اكتر لاعب بيفرق معايا في الناحيه الهجوميه، هتلاقيه وسام ابو علي. الباقي ملوش اي داعي ولا ليه اي علاقه. ما هو حسين الشحات برضه مش في مستواه، لان مفيش حد بينافس معاه. مين بينافس معاه؟ ده النهارده منزل امام عاشور، وحاطط ناحيه اليمين بيرسي تاو، وحاطط في الهجوم وسام ابو علي. الراجل حتى لما فكر ان هو يضم مهاجم تاني نزل اللاعب اللي هو من الناشئين، اللي هو اسمه احمد سمير، ولا مش فاكر اسمه محمد سمير. احنا لحد النهارده انا مش شايف ان في اي ايجابيه خالص يا جماعه. الدوري صعب بالنسبه لنا. النهارده اما تيجي تبص النهارده على جدول الدوري زي ما انتم شايفين، النادي الاهلي متاجل له ماتش والمستوى زي الزفت، بتعادل مع انبي اللي هو في المركز ال 14. طب وبعدين؟ هرجع اعيد تاني نفس القصه، ان احنا محتاجين صفقات. كل فيديو لازم نقعد نتكلم في موضوع الصفقات، لان للاسف انا شايف ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب مش بتأدي اللي عليها. شايف اللعيبه اللي موجوده في الملعب مش اللعيبه اللي في الفورمه، مش اللعيبه اللي يجي منها. عندي مشكله في الوينجات، عندي مشكله في الباكات، عندي مشكله في وسط عندي مشكله في كل حاجه. مش عارفين ايه اللي هيتم في الفتره اللي جايه، بس اتمنى ان شاء الله ان يبقى في يعني يناير خلاص قرب. اتمنى بقى الاداره تتحرك، اتمنى بقى اسمع يعني كده، عايز اسمع صوت السرينه، عايز اشوف صفقات، عايز اشوف صفقات. انا مش هقعد طول الوقت اقعد العب باللعيبه اللي معايا اللي انا اصلا ما بستفادش منهم حاجه وبدفع لهم بالعمله الصعبه. في الكلام ده انت، انا كولر بالنسبه لي ما اقدرش الومه على حاجه. كل واحد يحط نفسه مكان كولر، هو كولر هيعمل ايه؟ كولر لما يجي يبص على الدكه ادي السكواد اللي معاه، هينزل مين؟ المحاكم. حتى المهاجم الوحيد البديل لوسام ابو علي هو كهربا، وكهربا بقى طبعا خرج من القايمه خلاص، وطاهر مصاب. هنزل مين؟ هينزل مين؟ بينزل لعيبه من الناشئين، بينزل لعيبه من تحت السن. طبعا اتمنى الايام اللي جايه تعدي على خير، واتمنى ان الماتشات اللي جايه يبقى فيها مستوى. لان انا شايف النادي الاهلي لحد دلوقتي ما بيتحركش، مجلس الاداره واقف بيتفرج بسبب قرف اشوفه في الملعب. السبب فين؟ مين السبب فيه؟ السبب الاول والاخير في كل الكلام ده كله هو الاداره. السبب الاول والاخير في كل الكلام ده هي الاداره ما بتتحركش. الاداره ما بتتحركش. اتمنى من كل اخواتي وحبايبي يعملوا سبسكرايب للصفحه ويفعلوا زر الجرس ويعملوا لايك للفيديو. استودعكم الله. السلام عليكم.